رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، لا تنافي الصبر أبدا، وإلا فمن يشتكي العبد إلا لسيده ومولاه؟ يشكيله نعم، مش هيكون اعتراض على حكمه وعلى قدره. الشكوى إليه ليست اعتراضا عليه، وإنما إظهار لضعف العبد بين يدي سيده ومولاه. الشكوى إلى الله أن تشكو له ضعفك، كما قال أيوب معلما لنا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر قل له يا سيدي لا أقدر على هذا البلاء. قل له، اعترف له بتقصيرك وضعفك. قل له يا سيدي ارفع عني هذا الألم، لا تقل خفف عني، لا حرج في هذا، بل قل بنقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يجوز ولا نسأله رد القضاء كله؟ لماذا لا تلجأ إليه أن يرفع عنك البلاء كله؟ الله أكبر. لماذا لا تلجأ إليه أن ينزل عليك النعيم والعافية